هذا الولد الحلو والمهضوم عنده أجنحة مثل الطيور وبيرفرف مثل العصافير، ومن شدة جمال الولد بتحس بدك تطير وتبوسه بوستين. بس لنا زر اللايك ويلا نبدأ. وبيبدأ الفيلم مع سيدة مطلقة وعندها جفاف عاطفي واسمها كاتي، وبيكون عندها بنت اسمها ليزا. وكاتي تشتغل بمصنع بس الشغل متعب، وبتكون حياتها تعيسة لأنه مطلقة وحياتها خالية من الحب، مع أنه بنتها ليزا كل يوم الصبح بتصحيها من النوم وبتجهز لها فطور، وبعد ما يفطروا مع بعض بتوصل بنتها ليزا على المدرسة. وبتروح كاتي على المصنع وبتكون هي معجبة بموظف جديد معهم بالشغل اسمه جاك. وخلال فترة الاستراحة جاك بيطلب منها سيجارة وبيطلب مساعدتها لأنه هو جديد بالمصنع، ولكن كاتي بتعجب فيه. وبنهاية الاستراحة بيروحوا سوا على الحمام وبيعملوا كذا مزة. اللي فهم يكبس لايك. وبتتأخر كاتي بالحمام وبتضل بالحمام للمساء لأنه عنده جفاف عاطفي كتير، والمدير بيصدر بحقه عقوبة غياب عن العمل. بس اللي زعلني أنا نوردان إنه كاتي تأخرت على بنت المسكينة اللي عم تنتظرها قدام المدرسة من دون أكل ولا شرب. وتاني يوم كاتي بتلتقي مع جاك وبتخبره إنه هي خجلانة من اللي حصل بينهم امبارح بالحمام، وإنه هي ما بتعمل علاقة مع رجل غريب، وإياك تاخد فكرة غلط عني ولا تفكرني محرومة ومطلقة وعندي جفاف عاطفي، إياك تفكر هيك. وبتخبره إنه هي ست محترمة. اكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم، محترمة أو محترمة كتير؟ وجاك برد إيه بعرف إنك محترمة وهاد اللي عجبني فيكي، بس اللي صدمني إنه بنهاية الاستراحة كمان رجعوا راحوا على الحمام وعملوا كذا مزة. اللي فهم يكبس لايك. وبعد الحمام جاك بيطلب من كاتي موعد غرامي، وكفاية علاقات بالحمام. وكاتي بتفرح كتير لأنه مطلقة وعندها جفاف عاطفي. بس لما بتعرف ليزا إنه إما رايحة على موعد غرامي، ليزا بتزعل كتير لأنه رح تضل وحيدة بالمنزل وما حدا رح يلعب معها. وبالمطعم جاك بيسأل كاتي عن والد ليزا، وهي بتخبره إنه هاجر على دولة تانية وهو رافض يعترف بالبنت. باختصار والد ليزا شخص سيء. وجاك بيرد عليها انه لا تخافي، انا الان حدك ورح ساعدك انتي وبنتك. وكاتي تتطلع فيه بنظرات حب وحنان وبتاخده على البيت، ولأول مرة بيعملوا كذا مزة مثل الناس المحترمة من غير حمامات. اللي فهم يكبس لايك. بس الصدمة انه الكذا مزة بهاي الليلة بيكون عنيف وشرس للغاية، وليزا ما بتعرف تنام من الصوت والإزعاج. وتاني يوم بتصحى ليزا وبتشوف أمها وجاك عم يفطروا مع بعض، وبتحاول كاتي تعرفها على جاك، ولكن ليزا ما بتهتم وبتروح على غرفتها. وتاني يوم بيجي باص المدرسة لياخد ليزا، وبنعرف انه كاتي الأم الأنانية ما عاد بدها توصل بنتها لأنه حابة تقضي وقت ممتع مع حبيبها جاك كل يوم. وبتتطور العلاقة بينهم، وبينتقل جاك وبيسكن بمنزل كاتي. وبعد فترة تكتشف كاتي انه هي حامل، بس الغريب انه بعد 6 أشهر فقط بتولد كاتي طفل جميل جدا. وجاك بيطلب من ليزا تختار الاسم، وبتختار اسم ريكي. وبعد فترة ليزا بتحس بالغيرة من ريكي، وكاتي بتبطل تهتم بليزا ولا كمان بزوجها جاك، ولأنهم محتاجين مصاري وأموال بتصير كاتي تشتغل بالمصنع، وجاك بيهتم بالطفل ريكي. وبيوم بترجع كاتي من الشغل وبتغير ملابس الولد وبتشوف علامة غريبة بظهره، وبتسأل جاك عن السبب، بس جاك بيستغرب وبيحكي انه هو ما بيعرف السبب. وبعد كم يوم كمان كاتي بتشوف علامة تانية على ظهر الولد، والطفل بيضل عم يبكي من الوجع. وكاتي تسأل جاك وبتتهمه انه هو عم يضرب الولد، بس جاك بينكر وبيزعل من كاتي كتير. بس بالاخر بيتضاربوا مع بعض، وجاك بيغادر برا البيت وبيقعدها ما عاد بيرجع نهائيا. وليزا تفرح بانفصال جاك وكاتي، وبتصير هي تهتم بريكي. وبعد كم يوم بترجع كاتي من الشغل وما بتشوف ريكي بالتخت، وبتشوف اثار دم على التخت. وفجأة بيشوفوا الطفل فوق الخزانة، ولما بينزلوه بينصدموا وبيشوفوا جناحات صغيرة عم بترفرف من ظهره، يعني الطفل ابتدى يطير ويتعلم الطيران.
وهون الأم وبنتها بياخدوا ريكي ليحمموه ويغسلوا الدم اللي طلع من الجناحات، وبيحطوه بالسرير وبيقفلوا عليه كرمال ما يطير ويأذي حاله. والأم بتنبه البنت إنه ما تخبر حدا بالمدرسة، وبتبدأ جناحات ريكي تكبر يوم ورا يوم لحد ما بيوصل حجمها ل 18 سنتيمتر، وبيفصلوا له ملابس خاصة فيها فتحات من ورا، ومع الوقت بيطلع ريش على جناحات ريكي وبيكبر ريكي، وأمه بتشتري له خوذة وحمايات للركب كرمال بس يطير ما يأذي حاله ويضرب بالحيطان. ومنشوف كاتي وليزا ابتدوا يتعودوا على الحياة الجديدة وتفاهموا مع بعض، وكاتي بتربح جائزة 1000 يورو والحياة بتحلو، وبينزلوا يشتروا أغراض من السوبر ماركت، وليزا بتشتري ألعاب كتير. بس فجأة ريكي بيهرب وبصير يطير بالهواء أمام كل الناس وبيكون سعيد جدا، بس الناس بتكون مرعوبة ومستغربة، وكاتي وليزا بيركضوا ليمسكوا الطفل قبل ما يأذي حاله. والشرطة كمان بتجي وبتحاول تمسك ريكي بس ما حدا بيقدر يمسكه، وبالنهاية كاتي بتطلب من الشرطة يطفوا الإضاءة لأنه ريكي بيحب الأضواء وبيطير لعندها. وفعلا بس يطفوا الضوء بيقدروا يمسكوه، وبتضطر كاتي تاخد الطفل على المشفى لحتى يكشفوا عليه ويفحصوه لحتى يعرفوا سر القدرة العجيبة اللي عنده. والدكتور بيطلب من كاتي تترك ريكي بالمشفى لأنه محتاج مكان واسع لحتى يطير بشكل جيد ويعملوا عليه فحوصات. بس كاتي بترفض وبتاخد ريكي وبتغادر المشفى، ولكنها بتتفاجأ بوسائل الإعلام والصحافة على باب المشفى، والكل بده يصور ريكي، وبيلاحقوا كاتي لحد البيت، والكل بده يعمل لقاء صحفي ويلتقط صور للطفل الطائر اللي عمل ترند بالعالم واكتسح السوشيال ميديا. وبعد أيام بيرن جرس الباب وبيكون جاك رجع بعد ما شاف ابنه على السوشيال ميديا، وبس تشوفه كاتي تنصدم، بس بتتحرك عندها المشاعر الفيزيولوجية وبتعتذر منه لأنه تأكدت إنه هو ما كان عم يضرب الولد وإنها ظلمته لما اتهمته بهذا الشيء، فبتعتذر له وبتضمه وبيروحوا سوا على غرفة النوم وبيعملوا كذا مزة بعد غياب طويل وحرمان. وليزا بتزعل من رجوع جاك وبتروح لعند ريكي وبتصير تحكي معه وتخبره امي ما عاد رح تهتم لا فيك ولا فيني لأنها رجعت لجاك. تاني يوم بيروح جاك ليشوف ابنه، بس ريكي ما بيكون عارف ابوه فبيتوتر وبيخاف وبيطير فورا على السقف، وكاتي بتخاف عليه ليضرب بالحيطان فبتحاول تناديله بحب حنان. بالنهاية بيمسكوه وبينزلوه، ولكن ريكي بيكون ضرب بحيطان الغرفة وأذى حاله والدم عم يطلع من أجنحته، وفورا بيتصلوا بالطبيب والدكتور بيعالج الجرح وبيخبرهم انه ريكي لازم يطير بمكان اوسع، وبيقترح عليهم يرجعوه على مركز التأهيل بالمشفى حتى ما يأذي حاله ويطير على راحته، لأنه مع الوقت ريكي حيكبر وأجنحته رح تكبر أكتر وأكتر. بس كاتي ترفض تبعد عن ابنها، والدكتور بيقترح يعملوا عملية ويقصوا أجنحة ريكي وبيخبرهم إنه العملية آمنة ولكن مؤلمة. وليزا تسمع حكي الدكتور فبتروح بالليل على غرفة ريكي وبتاخد مقص وبتحاول قص أجنحة ريكي، ولكن جاك بالصدفة بيدخل على الغرفة فبتهرب فورا وبتروح تنام على تختها. تاني يوم على الفطور بيقترح جاك انه يخلوا الصحافة تصور ريكي ويعملوا اعلانات للشركات وياخدوا مصاري، وهيك بيصير معهم مصاري لحتى يشتروا بيت كبير وواسع لحتى ريكي يطير براحته. وكاتي بتعجبها الفكرة وبتوافق، وبيتصلوا بالصحافة وبيجوا تاني يوم وبيجتمعوا امام بيت ريكي وبيظهر ريكي بالتلفزيون لأول مرة، وكاتي وجاك بيحاولوا يبينوا على التلفزيون انه هن اسرة سعيدة، ولما بتيجي لحظة تصوير الاعلان بيربطوا حبل بقدم ريكي وبيتركوه يطير، وبتمسك كاتي الحبل وريكي بيرفرف مثل الطيور، وانا نوردن كان جاي عبالي طير وبوسه بوسي لانه الولد كتير كيوت ومهضوم، وحتى كل الصحافة بتكون مذهولة بجمال المشهد. وكاتي بتفرح كتير، ولكن للأسف الحبل بيفلت منها وبيطير ريكي لبعيد والكل بيركض وراه، بس ريكي بضل طاير وبيروح لفوق البحيرة باتجاه الغابة وبيختفي. وبعد ساعات بتبدأ الصحفيين يغادروا، ولكن كاتي ترفض تمشي. وتاني يوم بيجي الدكتور وبيخبرهم انه في صياد اطلق النار على ريكي ويمكن اصابه، وجاك بيزعل لانه هو صاحب فكرة الاعلان، وكاتي مستحيل تسامحه لانه هو السبب. وتاني يوم بيبدوا يوزعوا صور ريكي بكل مكان وبيخبروا العالم انه هو مفقود، ولكن من دون فائدة. وبعد اسابيع كاتي بتفقد الامل وبتنهار وبتروح على البحيرة،
وبتكون محبطة وبتقرر تخلص على حالها، ولما بتنزل على المي وخلص على وشك انه تغرق تسمع صوت ريكي وصوت أجنحته وهو عم بيرفرف، وفورا كاتي تركض لعنده وبيكون ريكي كبر شوي وصار شكله أحلى وأحلى، والأهم إنه ريكي بيكون سعيد جدا، وكاتي تعتذر من ريكي إنه هي السبب وهي فلتت الحبل وخلته يطير لبعيد، ولكن ريكي بيرجع يطير، وكاتي بتستوعب إنه سعادة ريكي هي الطيران بالهواء بحرية من غير قيود، فبترجع لعائلتها وبتحضنهم بقوة بعد فترة طويلة من عدم الاهتمام فيهم، وبيفضل ريكي عم بيطير مثل الطيور بالغابات بكل حرية وسعادة. وبعد 6 أشهر منشوف إنه كاتي حامل، وهيك بيخلص الفيلم. سؤالي للمشاهدين عن الطفل الجديد اللي راح ينولد، راح بيكون بجوانح أو بمخالب أو شو رأيكم؟ اكتبولي بالتعليقات، ولا تنسوا زر اللايك والاشتراك. كان معكم نوردن، يلا سلام يا أحلى عيلة.